ازيك؟ احنا هنا بنحاول نفهم الدنيا، او على الاقل نبين ان احنا فاهمين. ودلوقتي هنحاول نفهم العقل اللاواعي. تخيل انك صاحي الصبح ماسك موبايلك عادي، بتفتح انستجرام تلقائي وبتقلب شويه وتقفل، بعد دقيقتين تلاقي نفسك فاتحه تاني من غير ما تاخد بالك. بس لحظه كده، هو مين اللي خد القرار ده؟ انت ولا في حد تاني جوه دماغك بيشد الخيوط؟ اللي مش ناس كتير يعرفوه ان في جزء خفي من عقلك هو اللي بيقرر انت مين وبتعمل ايه وهتكون ايه في المستقبل من غير ما تطلب رايك، وهو ده العقل اللاواعي. وانت دلوقتي هتعرف ازاي بيشتغل وازاي ممكن تستخدمه لصالحك بدل ما هو يفضل يتحكم فيك. مبدئيا كده، ايه هو العقل اللاواعي؟ العقل اللاواعي او ممكن تسميه عقلك الباطن هو جزء من عقلك بيشتغل من غير ادراك، بيخزن الذكريات والعادات وبيأثر بشكل كبير على سلوكياتنا وقراراتنا من غير ما احنا نحس. بس لحظه كده، انا اعرف افرق ازاي بينه وبين الوعي؟ او ممكن نسأل السؤال بصيغه تانية، ايه اهم صفات العقل اللاواعي؟ خليني اقول لك انه بكل بساطه هو مش بيفرق بين الحقيقه والخيال، بمعنى انه هيتأثر بس بالحاجه اللي بتتخيلها او الحاجه اللي بتكررها باستمرار. ودي كانت اول حاجه. طيب تاني حاجه بقى، هو بيشتغل تلقائي، وبالتالي هو مسؤول عن ردود الفعل التلقائيه. يعني مثلا لو انت متعود على طريقه سلام معينه، فعقلك اللاواعي لما حد يرمي عليك السلام بشكل تلقائي هو بيرد بالطريقه دي حتى لو مش مناسبه مع الموقف ده. طب هل ده ليه دور فعلا مؤثر في حياتك؟ بدون شك اكيد ليه، لانه بطبيعته هو مسؤول عن تخزين العادات بالتكرار. فده هتلاقيه مهم جدا في حاجه زي سواقه العربيات مثلا. خليني اقول لك كمان، انت لو معود نفسك على انك تبص للجانب الايجابي من اي موضوع مع التكرار، ده هيتخزن في عقلك اللاواعي بالطريقه دي، وهيبدا تلقائيا يعمل كده مع اي حاجه تقابله. وما ينفعش نتكلم عن العقل اللاواعي وما نذكرش مثال حي مهم جدا، وهو محمد صلاح. محمد صلاح بيتضرب بيه المثل في استخدام العقل اللاواعي، وده لتحقيق نجاحاته، لانه في اكتر من حوار صرح بانه بيتخيل نفسه بيسجل الاهداف قبل المباراه، وبيركز على الصوره الذهنيه للكوره وهي بتدخل المرمى. وده نوع من البرمجه العقليه بيخلي العقل اللاواعي مستعد اكتر لتحقيق الفعل نفسه على ارض الواقع. فالخلاصه بقى، الخلاصه ان العقل اللاواعي هو المايسترو اللي بيحرك حياتك من ورا الكواليس من غير ما تاخد بالك. قراراتك، مشاعرك، حتى اختياراتك اليوميه كلها متاثره بالحاجات اللي اتخزنت جواه من سنين. عشان كده لو عايز تغير حياتك لازم تبرمج عقلك اللاواعي من الاول. ودايما اسال نفسك، انت اللي بتتحكم في عقلك ولا هو اللي بيتحكم فيك؟ القرار في ايدك. الفكره ان كل حاجه بتسمعها، بتشوفها، او حتى بتفكر فيها بشكل متكرر بتترسخ جواك وبتتحول مع الوقت لحقيقتك. فخد بالك كويس انت بتدي عقلك ايه يشتغل عليه، لان اللي بيحصل جواه هو اللي هيحدد شكل حياتك.